السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي صباحكم. جيناكم بالجزء الثاني من تجهيز عش البلبل. طبعا الجزء الأول شفتوه انتو طريقة تحضير لحمة عش البلبل. هلأ بدي أحضر لكم العجينة بشكل مبسط مشان تنجح معكم في بيوتكم. طبعا في فيديو سابق أنا عامله في المحل بس عيار كبير، وأغلب الناس حكت وقالت إنه أبضياء بركي تعملنا عيار منزلي. اليوم بدي أقدم لكم العيار المنزلي. تابعوني وتفرجوا معي على التفاصيل، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تفضلوا معي. عندنا هون نص كيلو طحين، ما يقارب الأربع كاسات. طبعا أنا عم بحكي العيار بالطحين وبالكاسة، بالكيلو عفوا وبالكاسة. هي 4 كاسات طحين نص كيلو. وعندي هون زيت ربع كاسة، ملح. طبعا بدي أضيف الملح أنا هيك، شايفين كمية الملح نص معلقة صغيرة. وفي عندي الكربونة. هلا الناس كلها بتسأل سؤال الكربونة حصرا انا بحكي فيها كثير، بقول ما بدي احطها للعجين، بس لعش البلبل بنصح الكل يحطها، لاني عش البلبل بدها تشتغله بسرعه. فبنحط مقدار راس المعلقه للنص كيلو. شايفين مقدار الكربوني قديش؟ هي بنضيفها كمان. تمام. وبنحط الزيت اللي هو ربع الكاسه، ما اكثر من هيك. طبعا حطينا ملح شفتوا. ونضيف المي ونباشر عجين. بنضيف الكاسه الاولى اول شيء، وبنعجن بنشوف شلون صار، ونكمل الكاسه الثانيه. طبعا طريقة العجين اللي عنده عجانة سهل جدا، بس على الايد بدك تلوشه شوي صحيح. ودائما العجين بده تريح، يعني دائما بعد كل مرحلة بدك تريح. مثل ما تكون شايفين معي العجين لسه بياخد مي. بنضيف له الكاسة، نص كاسة الثانية. بنضل بنعجنه لحتى يصير جاهز. ما كنا ملاحظين معي العجين لساته قاسي، لذلك بدنا نضيف له شوية مي. العجينة هاي تاخد مي أكتر، ليش؟ لأني ما فيها قطر، فلذلك بنحط كمان ربع كاسة. فصار المقدار عنا كاسة وثلاث أرباع مي حاليا، وعلى ما أعتقد كافي إن شاء الله. وبكمل العجين مثل ما انكم شايفين معي. مشان العجين يطلع وما بقى يلزق بالطشط، بنحط له شوية زيت، يعني شوي صغيرة مثل ما هيك بنعمل، بس مشان يفك العجين على الطشط اللي عم نعجن فيه، غير كمية الزيت اللي حطيناها. طبعا هيك تقريبا صارت العجينة جاهزة. تمام. هلا بدنا نريحها لمدة ربع ساعة لحتى ترتاح، ونكمل شغل مراحل ثانية. تابعونا. كالعادة بنعرف ارتاح هيك، نضغط ايدنا العجين بيطلع بس ببطء شديد. نجي لمرحلة التبنين. هلا كالعادة التبنين مثل ما قلنا لكم في فيديو الشعبيات، نفس المرحلة تماما. شايفين بند العجين هذا هيك بنريحه لمدة 3 دقائق، ما أكثر من هيك. نقطعه 3 قطع بعكس الشعريات. شايفين قطع مكبرة. طبعا ندهن زيت، بنعيفه ليرتاحوا كمان لمدة دقيقتين أو 3 دقائق حتى ينفتحوا معنا بالشوبك. مثل ما لاحظتوا معي إنه كل مرحلة بقلكم تركوها ليرتاحوا. أخي الكريم، أختي الكريم المتابعين، اليوم العجين هو مثل الروح تقريبا. نعتبره إنه هذا روح. كل شيء بده يرتاح، فإذا ما ارتاح ما بينشغل معكم ولا بيعطيكم النتيجة اللي بدكم إياها. فدققوا على موضوع التريح جدا جدا جدا. وأتعب لكم 3 دقائق. العجينة عندي رخوة مثل ما انكم شايفين هيك. 3 دقائق بتكون ارتاحت. وبين ما يرتاح العجينة مدة 3 دقائق مثل ما انكم شايفين قالب زبدة وزنه 250 جرام مع معلقة سمنة في قلبه مثل ما انكم ملاحظين. هذا كمان بخلطه مع بعضه مشان أسمن فيه العش البلبل. طبعا في طرق تانية لعش البلبل، هي طريقة التوريق، بس ببيوتكم صعب جدا تنجح، يعني بدها خبرة في المصلحة. هذيك المرحلة، هذيك الشكل لحتى ينجح معكم. هاي مرحلة كتير، هاي الطريقة كتير سهلة
وبتنجح معكم في بيوتكم بكل بساطة. مثل ما انكم شايفين الزبدة كيف جهزتها بين ما العجين يرتاح. هلا بنضربه على الشوبك. انا عم بعطيكم اياه بطريقة منزلية مشان ينجح معكم. شايفين؟ بنكبر العجينة هيك، العجينة هيك. بناخذ زبدة، طلعوا كمية الزبدة اللي يدهنها مشان تعرفوا ليش العش بلبل بيطلع طيب ولذيذ. شايفين شو أخذت زبدة هاي؟ ضرورية جدا كمية الزبدة. هاي أول قطعة بنحطها على طرف، ناخذ الثانية نفس العملية، بندهن أرض زيت وجه ونمد. شايفين كمية الزبدة؟ القالب بده يروح على الكمية اللي عملناها. ضروري جدا تكتروا زبدة، كل ما كترتوا زبدة كل ما أخذتوا طلبكم. هاي القطعة الثانية. اللي عم تلزق معه العجينة ما في داعي يحطها فوق بعضها مشان ما تلزق معه، يحطها هيك جنب بعضها مثل ما أنا عملت. شايفين كيف هلا كل وحدة حطيتها على طرف مشان ما حدا يقول العجينة عم تلزق معي. هاي القطعة الثالثة. مثل ما انكم شايفين هاي كمية الزبدة كلها اللي أخذناها، ما بنعيب منها شيء أبدا. وبنرجع ندهن فيها آخر حبة. وهاي هيك صاروا 3 عجينات عنا جاهزات. هلا هدول ثلاثة بدنا نريحهم بحدود الربع ساعة كوقت مبدئي. إن شفناها مطت معنا وأخذت الوقت اللي منا إياه وصارت تمط وتعطينا راحتنا بالشغل كملنا. ما أعطتنا راحتنا وما ارتاحت بنعيفها كمان 5 دقائق ثانية. نرجع لكم بعد ربع ساعة. هاي العجينة شايفين كيف صارت؟ حطها هيك بنشدها، يعني ضروري تشدوها شدة هاي كتير وترققوها. مثلكم ما شايفين معي. هلا هيدا تريح أقل شي نص ساعة كمان، يعني بدها ترتاح نص ساعة لحتى تشتغل معنا. بنكمل العجينة كلياتها مثل ما انكم شايفين كيف بدي مطها. ملاحظين؟ هاي الثالثة نفس طريقة الشعبيات بس هاي عجينة أكبر، يعني ما في داعي صغرهم، يعني هنا راح تقطعوا هلا تصيروا صغار. هلا هي هيك بنعيفوا ليرتاحوا هدول كمان نص ساعة. طبعا ندهن زيت وبنغطيهم كيس نايلون لحتى يرتاحوا صح، وبنرجع بنكمل. مثل ما انكم شايفين معنا هاي العجينة صارت بحدود نص ساعة صرنا مريحينها. نعمل فيها الطريقة هي هيك، شايفين كيف نطت بكل سهولة. وهلا بنقسطها، شايفين كيف طريقة التقسيط. هذا حجم القطعة، شايفين. بنكمل هيك لحتى نمد الصاجين. مثل ما انكم ملاحظين طلعوا 4 قطع كبار، عملناهم 3 قطع فقط. القرص بنمده في الطريقة هاي، ناخذ تشكيله هيك.
تحبوا تكبروا القرص تحبوا تصغروه ما في مشكلة، على ذوقكم يعني الموضوع. بس أنا يعني هذا القرص بلاقيه هيك الحجم هذا كتير مناسب. شايفين كيف صار؟ العجينة كتير مرتاحة، مدها كتير سهل. نعمل قرص بشكل دائري ممتاز يكون مثل ما انكم شايفينه. حكمل الصاج الثاني وبرجع بفرجيكم طريقة مد اللحمة. شايفين اللحمة هاي الأسود كيف صفت ميتها، طلعوا شقد صفت مي. ضروري جدا تعيفوها بالمصفاية لمدة ساعة أو ساعتين لحتى تصفي ميتها على الأخير. مثل ما انكم شايفين صارت ناشفة تمام. هلا مفضية هون. وفي شغلة كتير مهمة لهي لحمة الدجاج أو لحمة الديك الرومي. في عنا هاي بنقول عليها بالمصلحة روبة، طلعوا عليها سخنة لسه بسويتها. هاي بلاها ما بيشتغل معكم عشا بلبل، وهذا سر نجاح عشا بلبل للمحلات. يعني هذا هو بقول لك شو السر، هذا هو السر. بس في كتير ناس ما بتتقبل نقول انه نحن مثلا نحط سميد ومي نخلطهم مع بعضهم ونحطهم على اللحمه مشان تكمش لحمه الدجاج. بس يا اخي الكريم يا اختي الكريمه هذا ضروري جدا. بنحط مقدار معلقه واحده، شايفين معلقه واحده هي ما بتطعم ولا بتزعج. معلقه هون مثل ما انكم شايفين، معلقه هون، وبنرجع بنخلطه مع بعضه هيك. هلا الناس تسالني شو مقادير هي الروبه. كاسه مي وفنجان سميد. سميد طبعا ناعم فرخه، بس مشان تكمش اللحمه في بعضها وما تصير تدوب معكم بقلب الفرن وتعزل. شايفين كيف صارت اللحمه. وهون نفس الحكي كمان. هاي اللحمه طبعا اكيد صفيناها. هاي شايفين كيف صارت. هاي الروبه بدنا تكون اساسيه جدا ولا تنسوها. مقدارها كاسة مي فنجان سميد، ضل مريقة هيك يعني اسمها روبه. سميد ومي فقط لا غير، ما بنحط معه مواد ثانية. هاي مشان العشة بالبول ما يعزل معكم وما ينتزع. هلا وصلنا لهالمرحلة هاي خلصنا. مثل ما انكم شايفين طريقة فتة. نوزع اللحمة المقدار مع بعضها تكون كلها متناسبة. طريقة مدها بكل بساطة، مدها على القرص بهالطريقة هاي. إذا بتحب عندك صنوبر بتحط عليها ما في مشكلة، لأن إحنا باسطنبول تحت الحظر فلذلك ما أحسنت أجيب صنوبر، فاليوم بدنا ناكلها بلا صنوبر. اللي بحب يحط لها صنوبر ما في مشكلة. شايفين كيف صارت مد اللحمة هيك على القرص. طبعا هذا الشيء كله تقديري، انتم بتقدروه كيف تشوفوا القرص لحمته زيادة لحمته خفيفة هيك. هلا راح كمل فت الأحمر كمان. شايفين هذا الأسود اللي هيك خلصناه. هلا راح كمل مد الأحمر وفرجيكم بالفرن شو الحرارة وكيف الخبيز. مثل ما انكم شايفين حرارة الفرن على الأخير، ضروري جدا تكون حرارة الفرن عالية. هلا راح أحط الصواني كلها. هي طلعت معي 3 صواني من اللحمة. شايفين كيف وزعتها بالفرن وننتظر عليها. مثل ما انكم شايفين بدنا نقلبهم بالفرن. ضروري جدا التقليب مشان ما يحترقوا. هلا قلبناهم بأرضهم. التقليب الثاني بنقلب من فوق لتحت ومن تحت لفوق. هلا مرحلة التقليب الثانية. هذا محطوط.
وهاي عش البلبل صار جاهز. لحقنا اليوم قبل الإفطار، يا ريتكن جنبي وما في عنا حظر، لكننا ضيفناكم وأهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله ينجح معكم في البيت. هاي صارت عندكم التفاصيل كاملة، وأي استفسار بدكم إياه تابعوني في التعليقات. وبدي نوه تنويه صغير بس مشان لحم الدجاج، إذا حدا بيحب يحط لكل كيلو 100 جرام دهنة ما في مشكلة، بالعكس بيعطي طعمة كتير طيبة. والجلد ضروري جدا تشيلوه، لأني الجلد فيه مواد، فيه شحمة زيادة، فهذا الشي بيأثر عليك وبيساوي له ريحة بالفرن. تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. كان معكم الشيف أبو ضياء الدسوقي.